انا يا جماعه عندي بنتين، يعني وصلت مرحله من الزن اني محتاجه خط انتاج بروفين يعدي على بيتنا كده في النص وهو رايح يوزع. جربت كل انواع الزن، عملت لهم كلاسيفيكيشن. زن اني شبطان في حاجه، زن النوم ده الوحش، زن الاحباط لو في حاجه خدتها منها مثلا، زن لفت الانتباه، زن الملل بتاع انا زهقان سلوني، زن لوي الدراع انا هفضل ازن لغايه ما الزنه تطلع من الودن دي تروح من الودن دي تكرهك في عيشتك فتوافقي. وفي اخر واحد ده انا بسميه الزن للزن، يبتدي بزن النوم. وانا مش هقولك علامات ان ابنك مش نايم كويس، انا هقولك ان اي طفل لغايه ما يدخل KG1 محتاج ينام في اليوم من 12 ل 14 ساعه ما بين النوم والنابس القيلوله. فانت لو طفلك ما بينامهمش اعرفي ان زن النوم معانا مع كل انواع الزنات التانية، ده هو زن النوم ده المحرك لكل الزنات التانية. وفي حضرتك زن فقر الناب، الاطفال اللي ما بتعرفش تاخد قيلولة دي بتفضل مقريفة طول النهار على كل صغيرة وكبيرة، دول بيتحطوا مع التسنين بقى في ليفل لوحدهم. انت محتاجة تنظمي نوم الطفل، محتاجة يبقى في ميعاد نوم بدري بالليل ثابت كل يوم، ميعاد صحيان ثابت، قيلولة ياخدها لو هو بيبي صغير يمكن اول قيلولة هياخدها بعد ما يصحى بنص ساعة تلت ساعة، بسرعة جدا على فكرة بيحتاجوا ناب. ممكن ياخد قيلولتين 3، بعد ما يعدي السنة هتلاقيه بقى بياخد 2 بس، شوية وهتلاقيه بياخد قيلولة واحدة في اليوم. النوم بيجيب نوم، لو خد اول قيلولة وارتاح هياخد التانية ويريحك وهكذا. السن الاكبر ده بقى اللي هو خلاص اتفطم بس بتقولي لي مش راضي ينام، بينك وبين نفسك علشان انا راجعي دول معايا، ما بياخدش حلويات، ما بيشوفش شاشات، وبيتفرهد لعب طول اليوم ولا لا. لو عرفتي تعملي كنترول على دول او تظبطيهم واحده واحده هينام. في فيديو كامل لتنظيم النوم بالذات في السن الصغير لغايه ما يتفطموا، وللفطام الليلي في سلسله كامله للنوم، لو عايزين قولوا لي احطها لكم في التعليقات. نضم بقى 3 انواع من الزن مع بعض، زن اني شبطان في حاجه، زن لوي الدراع اللي هو انا هقعد ازهقك لغايه ما تنفذي اللي انا عايزه، وزن الاحباط بتاع ماما ليه مش عايزاني العب في الكهرباء، الست الشريره دي ليه مش عايزاني اكل مناديل، بيت حشرات، خرز، اي موبقات اعملها وخلاص. فده اول حاجه بن acknowledge their feelings، يعني يا حبيبي انا فاهمه قصدك، مش لازم تقوليها له كده بس انت من جواكي فاهمه ان هو محبط، وهو مش زينا كبير لما بيحبط من حاجه بيسهم كده ويقعد مع نفسه ويطلب سندوتش شاورما فيحس انه احسن. لا، هو لما بيحبط من حاجه ما بيعرفش يعمل غير انه يعيط. فاول حاجه انا فاهمه ان انت كان نفسك في الحلويات دي جدا، كان نفسك في اللعبه الغاليه قوي دي اللي في السوبر ماركت جدا، كان نفسك تحط ايدك في الفيشه جدا لانها لذيذه بالنسبه لك جدا. اوكي انا فاهمه. وايه فايده بقى الخطوه الاولى بتاعت انا فاهمه دي؟ مش ان انا اشيلك ان اعصابك تهدى شويه، انك تفهمي ان ده طفل. نمره 2 ودي اهم حاجه هتحللك المشكله، اتمسكي برايك مش عند يا حبيبتي عندك حق فعلا دي حاجه تضايق بس للاسف مش هينفع نشتريها، بس للاسف دي خطر مش هينفع نعملها، وتسيبيه يخلص احساسه بالزعل والاحباط، طلع محمد رمضان اللي جواه ويشتكي من المجتمع والناس ويعيط لمدة 10 ثواني 20 30 ثانية في حضنك وتطبطبي عليه من غير ما تنفذي الحاجة، من غير ما تستفزيه في الوقت ده. عشان انا اشوف اطفال من كتر الاستفزاز بتقوم لطشة ماما. زهقتي من الزن ممكن تعملي ديستراكشن. يعني ايه ديستراكشن؟ يعني شفت اللعبة دي عاملة ايه؟ بص العصفورة. انا اولادي ما بيشتغلش معاهم الموضوع ده، بيستفزوا يحسوا ان انت بتلعبيني عشان ما اخدش اللي انا عايزاه، طب انا هزنلك اكتر. فانا ما بعملهاش بشكل مباشر، انا بروح مثلا اجيب السلايم الجميل اللي هيموتوا يلعبوا بيه واقعد على الارض والعب. فهم من نفسهم زي اي طفل يسرح ورا الحاجه اللي عجباه وبيروح. اولادنا احنا لا اراديا دربناهم على الزن. هو اول مره زن عشان عايز علبه العصير فانت قلتي لا فزن اكتر، فانت زهقتي صدعتي اديتيها له. بلاش انت اديته، حرام عليكي بقى ده بيعيط، يعني هيجرى ايه من علبه عصير تديها له؟ الاب واخد توكيل رسمي في ان هو يهد اللي احنا بنبنيه. لو مش معاكي على نفس اللاين فهو غالبا هيقولك يعني خلاص كوبايه العصير دي يعني اللي هتسوي سنانه، خلصيني بقى انا مش عايز زن طول ما انا في البيت. فايه اللي بيحصل؟ الولد لو عايز حاجه بيعيط، لما بيعيط بينجح بياخد اللي هو عايزه، مش بيتحداكي ولا حاجه، هو بيحس ان دي الطريقه اللي بتخلي الناس دي تنفذ لي اللي انا عايزه، فانا هعملها وهنجح فيها اكتر. ما انا ما عنديش طريقه غيرها، انا لسه صغير ما بعرفش اتدحلب
واقنع بقفش. فالسايكل دي لما بقطعها من اولها وبقول ما ينفعش يعني ما ينفعش، اخد وادخل اوضه بعيد عن اي حد ما بيستحملش الزن، هو بعد 10 دقايق بيهدى، بيفهم ان اللعبه مش نافعه، بيجربها المره اللي بعدها، مش بيبطل، بيجرب. ده مش معناه انه عندي على فكره، ده معناه انه ما بيستسلمش بسهوله، بيحاول يوصل لعلبه العصير ما هو نفسه فيها، فبرضه ما بتنفعش من غير تحدي. بس يا حبيبي مش هتنفع، امي قالت مش هتنفع، فهي مش هتنفع. فكل ما بقيتي كونسيستنت او قرارك واحد، دايما اقول لك ده اللي هينفعك وانت بتفطمي، ان يبقى قرارك واحد. عشان الطفل لو حس ان انت مهزوزه ما بيتفطمش بسهوله، لو حس ان انت مهزوزه ما بيقلعش الحفاض ويروح الحمام بسهوله، بيفضل يلعبك. فلازم دايما قراراتك في كل الحياه تبقى كونسيستنت. انا هعمل يبقى انا هعمل. في المقابل بقى هقول لك خلي لا عزيزه، مش كل حاجه لا، وافقي على شويه حاجات. وهقول لك ابعدي الحاجات على قد ما تقدري. الخطر او الحلويات او الحاجه اللي الطفل هيشبط فيها، ابعدي عن الشر وغني له. ابعديها من الاول ووفري على نفسك. يقول لك ايه؟ choose your battles، اختاري معاركك. كل ما قللتيها كل ما كان احسن. انا في الاول كنت بغلط، كانت بنتي لما تعيط من كتر ضغط العياط كنت بزعق بقى، اقول خلاص عيطي براحتك، عيطي انت حره، واقعد اعمل دراما. وبعدين مع الوقت اكتشفت ان انا بقيت عيله زيها. يعني بنتي الكبيره بتتفرج عليا انا وبنتي الصغيره واحنا بنقول الحاجات دي لبعض، فتخيلي هي شايفانا ازاي. احنا الاتنين اطفال في كيجي. انا اكتشفت ان لازم ابقى انا الكبيره، وان لازم اصدق انها طفله. يا جماعه هي مش هينفع تكبر بسرعه في يوم وليله، هي لسه محتاجه 15 سنه عشان تفهم اللي انا بقوله. فلازم اعملها على قد سنها، اتفهم انها بتعيط، تمام. في امهات بتستفز اكتر، بتقولك عيطي اكتر. في امهات بتعاقب لو عيطت، بتضرب من كتر ما هي مستفزه. انت بتبقي فاكره ان انتوا ند، وان انا كنت ببقى فاكره ان احنا ند في اللحظه دي، وانه انت بتحطي راسك براسي. طب انا هوريكي التربيه عامله ازاي. بعدين في الاخر اكتشفت ان هي قد كده خالص، انها يمكن ما يجيش عشر عمري. فالمفروض ابقى انا الكبيره، وهي في سنها ده ما عندهاش ايموشنال ريجوليشن، يعني لسه ما اتعلمتش تنظم انفعالاتها. وانا الكبيره الشحطه اهو مش عارفه انظم انفعالاتي. بقيت اتقمص الدفى بتاع جدتي كده، وهي قاعده بتطبطب عليا كده وتقول لي معلش، ونهدى احنا الاتنين مع بعض وتنام الناب بقى اللي ما كانتش عايزه تنام. وبعدين بدات اعلمها كلمات تقولها بدل ما تعيط. يعني مثلا هي طلبت الحاجه بقله ذوق، فانا ما رضيتش اديها لها، فبدل ما اقول لها انت مش هتاخديها بقيت اقول لها لا احنا مش بنطلبها كده، احنا بنقول ايه، تيجي نجرب تاني، فتقولها لي بالذوق، فتاخد لي عايزاه. او لا احنا ما بناخدش العصير دلوقتي، احنا هناخده بعد ما نخلص ايه، فاكره اتفقنا على ايه. الاتفاقات بقى، وان انت تبقي مبينه للطفل يتوقع ايه من قبل ما تخرجوا من بيتكم تروحوا السوبر ماركت، رايحين مثلا تشتروا هدوم، هي هتشبط تشتري كل الفساتين السواريه الصغيره وانت بتشتري مثلا لبس للنادي. فلازم تبقوا متفقين احنا نازلين نعمل ايه، هنجيب ايه، مسموح ايه ومش مسموح ايه. الاطفال لو اتحطت على سيستم، انا بنتي الصغيره دماغها حجر، بس باباها فهمني انها لو اتحطت على سيستم وعرفت، وانا اقعد اقول هو الراجل ده بيتفاهم معاها وانا اللي غريبه ولا ايه، لا هو بيتفق معاها اعمل كذا هنعمل كذا. فهي يا عيني تاخد الحاجات وتطبقها بحسفورتها، انت هتتدخلي وتغيري هتاخدي على وشك. فتفقي معاهم من الاول. هي مع الوقت هتقاوح وهتعاند، بس مع ثباتك على رايك هتفهم انه ماما بتتفق معايا، واللي بتوعدني بيه ماما بيتحقق، واللي ماما بتقول عليه ما ينفعش ما بينفعش. وفي امهات بتروح لان انا عايزه اعمل لك ترضيه، انا مش هقدر اجيب لك اللعبه الغاليه اللي انت شفتها في السوبر ماركت، طب خدي دي بدلها. بيبقى كانه تعالى عوضك علشان انا ما قدرتش اشتري لك اللعبه الغاليه. الزمن ما جرش عليك ان انت ما قدرتيش تشتري اللعبه الغاليه، هو ده الطبيعي، ان انت في اوقات هتشتري، في اوقات مش هتشتري، اوقات هيبقى معاكي، اوقات مش هيبقى معاكي. الطفل لو ما اتعلمش ده من وهو صغير هيكبر يعمل ايه في الدنيا؟ هيقعد يدبدب برجليه وهو كبير ويقول لا انا مش عايز ده انا عايز ده، محدش هيعبره. فعلميه هو انه يرضى بالمتاح ويفهم اننا لينا امكانيات من واحنا صغيرين. انت مش عامله بتحاولي تعوضي عنها، انت كويس قوي ان انتوا قادرين تسدوا على كل المصاريف اللي طالعه في الدنيا دي. وفي مره كنت بزعق لبنتي واقول لها كفايه زن، وهي قالت لي انا مش عارفه يعني ايه زن.
انا بقول بطلي زن بطلي زن بطلي زن، وهي البنت مش فاهمه معنى الكلمه، يعني بطل ايه؟ في ساعه روقان كده احكي حدوته يعني ايه زن، يعني ايه البنت الزنانه بتطلب الحاجه كتير قوي مش بتطلب مره واحده. وساعات بلعب معاها اللعبه دي، انا اللي اقول بقى، هي الام وانا البنت، واقعد اقول لا انا عاوزه لا انا عاوزه لا انا عاوزه، فالبنت تجيلها صداع. بتفهم بقى قد ايه ده مقرف ومزعج. كل مره تختار تتكلم بدل ما تزن كافئيها، حتى لو بستيكر نجمه هتحطيه لها على ايديها، ودي دايما اختيارات. هتلبسي البيجامه دي ولا البيجامه دي؟ تحبي عصير بالتفاح ولا عصير بالاناناس؟ حسسيها ان هي اللي متحكمه في حياتها. وساعات بتبقى البنت معذوره. انا لما برجع الشريط بفتكر ان هي قالت لي ماما عايزه ساندوتش، ماما عايزه ساندوتش نوتيلا، ماما عايزه ساندوتش نوتيلا، وانا ما كنتش مركزه، كنت بعمل حاجه، كنت بتكلم في التليفون، كنت بلعب في التليفون. وهي طلبت الحاجه كتير بالاول بالهدوء، واخر ما زهقت بدات تعمل اللي هما بيقعدوا يعملوها، اللي هي بتخلينا نطق دي. تقومي لا اراديا وانتي مركزه في الموبايل في باك جراوند حواليكي فتقولي طب خلاص مفيش نوتيلا. فلا هي البنت ساعات بجد بتبقى بتحاول، بس انا اللي مبقاش مركزه. بقى زن الملل وزن لفت الانتباه. زن الملل ده حله ان العيل ده محتاج يلعب. اكتر حاجه بتعمل ملل هي الكرتون، لان هو بيشوف الكرتون نص ساعه بيريح على حسه، فبعد شويه بيبقى عايز يشوف الكرتون ساعه، فبعد شويه بيبقى عايز ساعتين 3 4، مش قادر يلعب. ولازم الطفل يتحط له روتين سكادجول، الساعه كذا بنفطر، الساعه كذا بنشوف الكرتون، الساعه كذا بنطلع المكعبات، الساعه كذا بنحط العرايس، الساعه كذا بابا جاي هنتغدى. وعلى قد ما نقدر نخليه يلعب مع اطفال ويطلع طاقته في حته يلعب. عيال بتزهق جدا من قعده البيت، فساعات لو طلعتوا البلكونه بس بيبقى بالنسبه له ده تغيير جو. الزن بتاع لفت الانتباه ده غالبا طفل عنده اخوات كتير وماما يدوب لحق عليهم. المشكلة بتتفاقم اكتر لانه بيقنع نفسه ان ماما ما بتحبنيش زي ما بتحبهم، ونتيجة لزنه ده الناس كلها بتقول عليه كئيب، ونتيجة لزنه ده ماما ساعات بتقوم معاقباه. فكل ما ده بيبعد عنكم اكتر، بيحس ان انتوا شلة وهو مش فيها. ده حله السحري ان انتي تفضيله كل يوم ربع ساعة بس، 15 دقيقة تلعبي معاه انتي وهو بس، عينك في عينه. هيحس انه مالك البيت ده كله، وان انت تديله تاسكات تحسسه ان هو مسؤول وانه بيساعدك في حاجات. ساعدني اعمل ده، انا مش هعرف اعمل ده من غيرك، يلا شيل معايا عشان نلحق. في حضرتك بقى زن الهرمونات ده بيبتدي بدري قوي ده يا جماعه، المراهقه دلوقتي بقت بتبتدي بدري قوي. وزن الاتيتيود اللي هو ماما بليز مش عاجبني يا ماما، اللي هو خير يا حبيبتي، انا ما اتعلمتش اعمل الحاجات دي خالص غير وانا في ثانوي. المراهقه بقت بتبدا الساعه كام يا جماعه؟ انت عايزه لها حلقه تانية لوحدها بقى، لو انتوا عايزينها قولوا لي نعملها. ايه وقولي لي الله يكرمك اكتر نوع زن ابنك بيزنه من كل الانواع اللي انا قلتها دي. المره الجايه نعمل عند ولا نعمل عصبيه؟ عصبيته ماما ولا عصبيتنا احنا؟ تصبحوا على خير، انا مش هكتر.